بصراحة يا رجالة، بصراحة اللعبة الحلوة لازم نقول عليها حلوة، واللعبة الحلوة اللي اتعملت النهاردة كانت من الاتحاد الأوروبي بقيادة ألكسندر تشيفرين، واللي بتوضح لك إن واضح إن الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي غالبا مش ماشيين على نفس الخطوات مع بعض، لأن عمر أرتان الحكم الصومالي واللي تم استبعاده من بطولة كأس العالم 2026 بعد ما الراجل خلص الورق وطلع التأشيرة وسافر للولايات المتحدة الأمريكية وتعرض لكم مضايقات مش طبيعي، وتم احتجازه ل 11 ساعة كاملين قبل ما يقولوا له ارجع تاني على بلدك، انت مش مسموح لك ان انت تتواجد هنا. وكمان امبارح البيت الابيض نزل بيان بيقول لك ان السبب في رفض دخول عمر ارتان للاراضي الامريكيه هو انه جزء من منظمات داعمه للارهاب، وان احنا لن نقبل بوجوده معانا في بطوله كاس العالم. النهارده الاتحاد الاوروبي قال لك بس خد مني يابا الحركه الشيك دي وانا هروق عليك. عمر ارتان تم الاعلان رسميا انه الحكم اللي هيحكم مباراه السوبر الاوروبي ما بين باريس سان جيرمان واستون فيلا، ابطال دوري ابطال اوروبا واليوروبا ليج، المباراه الافتتاحيه للموسم على المستوى الاوروبي. الحكم اللي الحكومه والاداره الامريكيه بتقول انه جزء من منظمات ارهابيه هو نفس الحكم اللي اليويفا اعلنت بشكل رسمي انه هيحكم مباراه السوبر الاوروبي. فبصراحه اللعبه الحلوه نقول عليها حلوه. شوف، اي حاجه بغيتيها في هاد الحياه هادي وربي ما سهل عليكش باش تاخدها، فراه ربي راه تيعوضك شي حاجه من احسن من هذيك الحاجه اللي كنت انت باغيها. واخا هو كاس العالم اللي كل عام كتنظم كل 4 سنين، ولكن السيد دار اللي في جهدو باش انه يمشي لكاس العالم، ولكن الدوله هذيك اللي غادي الدوله الامريكان ما قبلاتوش. علاش ما قبلاتوش؟ بانه فيه شي حاجه ولا شوف الفيزا بعدا ديال الامريكان هي سهله وفي نفس الوقت صعيبه. كيف السهل وفي نفس صعيبه؟ تكون ما عندك حتى حاجه، ما عندكش بطالي ودفعتي الفيزا يقدروا يقبلوك. كون عندك الفلوس وعندك الكونت هكا عامر ما يقبلوكش. هذاك الشيء الارزاق بيد الله. معليش نرجعوا لهذا السيد هذا والعكس صحيح. المهم غادي نرجعوا لهذا الحاكم هذا الصومالي. صافي السيد خد صوب الورقه ديالو، السيد باغي يمشي هذا تدخل الميريكان قال لك اسيدي مرفوض. بتا علاش مرفوض؟ انك دخل مع الار او منع عليك تدخل الاراضي الامريكيه. قال له من الخير هضر مع داك الرئيس نتاع الفيفا، قال له سير راه خبر في راسك. وداك الشيء اللي كان عطاه بانه غادي يحكم المباراه اللي دايره ما بين بي اس جي والاستون فيلا في كاس السوبر اوروب. مزيان والله يسهل عليه، ولكن فاش رجع لبلادو داروا له واحد الاستقبال بحال اللي حرر شي بلاد. راه ما يمكنش الدول العالم الثالث. علاش هاد السيد هذا بغى يمشي للميريكان؟ باش انه يشي حكم، حيت خدا احسن حكم 2024 ويسهل يمشي للميريكان اخويا يحكم. ولكن الدوله ولا الميريكان ما قبلاتوش بانه يدخل الاراضي الامريكيه. من حق الميريكان، من حق اخويا تدخل اللي بغات وتخرج اللي بغات. ودابا يقول شي واحد يهضر على تنظيم على شي حاجه، البود لعب كره وسكت. هما في الميريكان ما كيهتموا لا بكره لا حتى شي حاجه. لعبتي ولا ما لعبتيش ماشي شغلهم. درتي هضرتي غادي ترجع لبلادك ريفولي. هضر صحاب الكدي ماشي قطر ولا ماشي هي المغرب. نوض قاعد وما كتصرش عليا بنادم. الميريكان كاع ما كتصر عليا بنادم ولا غير. شي الدول من العالم الثالث كيدير. صافي السيد ما تقبلش يرجع بلادو هاني بحال ما كاين حتى شي حاجه. ولكن لا، الناس ولا الشعب الصومالي اللي راي اخر سميتو ترامب، انا تيبان لي والله اعلم بانه ما تيبغيش الصوماليين. من ديك الخطره كان تيقول شي خطاب ناضت واحد الصوماليه وناضت بدات تعاير، ومن ديك الساعات هو ما بقاش يحمل شي حاجه سميتها الصومال. لذلك تنظن بان هذا السيد هذا عرفوا الصومالي ما يدخلوش للاراضي الامريكيه. والله اعلم. المشهد اللي قدامك ده يا عزيزي هو اجمل مشهد بمونديال 26. هتقول لي بهنس بس ده المونديال لسه ما بدأش. يبقى انت يا عزيزي ما عرفتش الصومال عملت ايه. انا بهنس واتمنى تعمل لي فولو وتعالى اكلمك عن قصة الحكم الاسطوري عمر ارتان. لو ما تعرفش فالحكم عمر ارتان هو حكم صومالي الجنسية، حكم هو الافضل بقارة افريقيا. وده مش كلام ولا مجاملة مني، ده تصنيف الفيفا رسمي، لانه حكم قوي تم دعوته بشكل رسمي من الفيفا للتحكيم في بطولة كأس العالم.
وعلشان دولة الصومال تسهل على عمر اجراءات التأشيرة وسهولة الوصول الى امريكا اعطوه باسبور دبلوماسي، وبالفعل عمر حصل على التأشيرة وتوقع انه خلاص هيحقق حلم. لكن للأسف يا عمر انت دخلت مطار اسوأ مستضيف بتاريخ كأس العالم. السلطات الامريكية الامنية استجوبت عمر لاكتر من 8 ساعات. بعد كل الاستجواب ده قالوا له دخولك مرفوض امنيا ويرجعوه لتركيا تاني اللي كانت نقطة الترانزيت بتاعه. الجميل بقى ان عمر بعد الموقف ده كله نزل البوست اللي قدامك ده، بوست بيقول انه راجع وكله ايجابية وانه مش متأثر ابدا باللي حصل معاه. بس عارف بقى ايه الاجمل من بوست عمر؟ استقبال دولة الصومال لحكمها الدولي عمر أرطان في المطار الصومالي. موكب رئاسي حرفيا، لافتات وهتافات وتجمعات مش طبيعية. حبوا يعوضوا الولد عن حلمه اللي اتكسر لاسباب هو ملوش ذنب فيها. والله يا عمر حتى وانه المونديال لسه ما بدأش، لكن رسميا انت افضل حكم في البطولة من وجهة نظرنا كلنا. المشهد اللي شوف الله يسهل عليه، حيت ربنا مخبيله حسن من حكم يولي حكم في كأس العالم. مما ربي زولو بانه ما يدخلش الاراضي الامريكيه، ربي غادي يعوضو في حاجه اخرى، وهذه عاد شي عادي. انا يا ربي مزول لي واحد الحاجه ولكن عوضني بحاجه اخرى، والحمد لله. راه اي واحد هاك، اي انسان لا كنتي طموح وبغيتي توصل شي حاجه، وهادشي اللي كاين. تخيل تشتغل سنين طويلة عشان تحقق حلمك وفي الآخر حلمك يضيع منك وانت واقف مش عارف تعمل ايه. دي تقريبا أغرب حاجة حصلت في كأس العالم أمريكا 2026. قصة حصلت مع الحكم الصومالي عمر عبد القادر، ودي حقيقي أسوأ حاجة ممكن تحصل مع أي شخص مش بس مع حكم. الراجل ده اللي ما يعرفش هو حكم كرة قدم، ومش أي حكم كرة قدم، لأنه اتوج بأفضل حكم في أفريقيا في 2025 وأول حكم صومالي في التاريخ يختاروا الفيفا لإدارة ماتشات في كأس العالم. شوف بعد سنين من التعب والاجتهاد اخيرا وصل امريكا عشان يبدا رحلته في المونديال 2026، وكمان معاه كل الاوراق السليمه منهم التاشيره وتقريبا كل اوراقه قانونيه بالكامل. ولكن الصدمه حصلت في المطار. بعد ساعات طويله من التحقيق معاه تم رحيله من امريكا لبلده من تاني الصومال. القرار ده حرفيا صدم عالم كره القدم كله بالكامل، خصوصا ان الحكم عمر عبد القادر كان على بعد خطوه من كتابه التاريخ في كاس العالم كاول حكم صومالي يدير ماتش في كاس العالم. والاصعب من كده ان الفيفا نفسه اكد ان هو مش هيشارك في البطوله بعد قرار منع دخوله امريكا، لان الحكام قبل بطوله كاس العالم بيكون ليهم معسكر مخصص، فبالتالي هو مش هيخشه، فبالتالي برضه مش هيشارك في كاس العالم. السؤال ده ليك انت بقى، بحكم اللي انت بتشوفه دلوقتي في كاس العالم، ايه احسن نسخه كاس عالم شفتها في حياتك كلها؟ تخيل تشتغل. المهم هو يجي واحد فيديو ديال على تنظيم ديال كاس العالم وغادي تشوف شي فضائح راه ما يمكنش. المهم هاد السيد هذا الصومالي احسن لي ما مشاش للميريكان، وحسن لي انه ما قبلوش يدخل الاراضي الامريكيه، حتى كون كان دابا دخل راه مشكله. هذا اخويا انا بالنسبه لي الحاجه اللي غادي تجيب لك صداع انا ما كنتسميهاش اخويا حلم، واخا هو بان حلم غادي يحكم في كاس العالم فصافي هذيك الحلم ما كتبش. اتسنى واحد 4 سنين الجايه غادي تنظم في المغرب، ومرحبا بك اخويا اجي حكم اخويا في كاس العالم 2030 في المغرب. اما الميريكان راه ما تستقبلكش. علاش؟ حيت ترامب ربما تكون عنده مشاكل مع الصومال، الله اعلم، ربما تكون على ذلك انت باش عرفوك بانك صومالي. والرئيس ديال الفيفا ما عنده باش يتدخل بهادشي هذا، ما عنده باش يتدخل. علاش؟ لان شكون اللي تيتحكم في هادشي كامل هو ترامب، هو اللي كيتحكم. غادي تدخل ما غاديش تدخل وشحال ماشي هو اول واحد بعدا. راه شدو داك العراقي، واحد اللاعب العراقي شدو تقريبا شي 12 ساعه ولا 7 السوايع وما شادينو كيديروا معاه تحقيق، وبعض الناس ترفضات لهم الفيزا، من بينهم واحد مغربي اللي سميتو عبد الواحد ولا بحال هكا سميتو، واحد لاعب مغربي حتى هو ترفضات له الفيزا. هادشي راه عادي. ولكن من بعد مشى صوبه والتحق بالمعسكر نتاع ديالهم اللي في الميريكان، التحق بالفريق ديالو. يعني الفيزا هنا في الميريكان سهل باش تاخدها وصعب باش تاخدها انت والزهر ديالك، بحال تلعب بالسويرتي مولانا. وهذه هي الميريكان الغريبه والعجيبه، تعطي الفيزا اللي بغات وتعطي وما تعطيش اللي لا عندك الزهر راه كتمشي معاك، ما عندك الزهر راه كتبقى تمخطك بك تمرضك ولا تتمخطك كيف ما تنقولوا. المهم ما عليناش، وصلنا نهايه الفيديو. عجبك خليك معاك لايك، اشترك في القناه، والسلام عليكم.